ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن مسلسل جديد. هو مش جديد قوي، يعني احنا متأخرين شوية في الريفيو بتاعته، بس هو مسلسل جديد من إنتاج شبكة اف اكس. والمسلسل ده من بطولة ستيف كاريل. المسلسل بينتمي لنوعية الغموض والدراما والجريمة، والمسلسل نفسه مكون من 10 حلقات. كل حلقة تقريبا مدتها بتتراوح ما بين 20 ل 30 دقيقة تقريبا، فالحلقات بتاعته مش طويلة قوي. والمسلسل تم عرض آخر حلقاته بتاريخ 25/10. عشان كده بقول لكم ان احنا متأخرين جدا في الريفيو دي، وانا بعتذر جدا عن الموضوع ده. ولكن من غير رغي كتير وتطويل كتير، ما تنسوش لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وتعدوا على اللينكات اللي هسيبها تحت في الديسكربشن بتاعت فيسبوك وتويتر، تبقوا تعملوا لهم لايك وفولو وتقولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات. ويلا بينا ندخل في الحلقة. I have a compulsion to kill people. So should I tell you more about my life? قصة المسلسل بتاعنا بتركز على الطبيب النفسي ألان ستراوس. ألان هو طبيب نفسي ناجح وشاطر وليه كمان كتب منشورة. في يوم بيجيله سام اللي هو المفروض مريض بيعاني من حالة نفسية معينة، واللي بيبان في الأول إن هو نيته إنه يتعالج بشكل طبيعي عند الدكتور، ولكن سريعا بيتم اختطاف الدكتور من قبل سام وبيتم احتجازه في القبو بتاع البيت بتاع سام علشان يعالج سام من داء مهم جدا هو بيعاني منه، وهو داء القتل. فيا ترى ايه اللي هيحصل في جلسات العلاج الغريبه دي اللي بيغيم على اجواءها التوتر والغموض؟ ده اللي احنا بنعرفه في المسلسل بتاعنا. طيب بصوا يا جماعه، انا المسلسل ده لما بدات اتفرج عليه، يعني انا الاول كنت مشدود لفكره ان في مسلسل بيتعرض لستيف كاريل واخد فيه دور جد، وده بالنسبه لي ما كانش شيء جديد، لان ساعه ما مسلسل ذا مورنينج شو نزل اللي كان بيتعرض على منصه ابل تي في بلس، لما نزل المسلسل دون انا اصلا من ضمن الحاجات اللي كانت شداني للمسلسل ومخليني عايز اتفرج عليه هي وجود ستيف كاريل في دور جاد، وده كان باين جدا من التريلر بتاعت المسلسل. ويمكن كمان من الحاجات اللي ضايقتني من الموسم الاول من المسلسل برغم انه كان موسم حلو جدا، ان كان دور ستيف كاريل فيه صغير شويه. بالتاكيد كان دور مهم ولكن كان صغير شويه، وبالرغم من انه كان دور جاد الا انه قدم فيه اداء رائع، وده شيء متوقع لاننا شفنا امثله زي دي كتير جدا لممثلين اصلا في الاساس بيكونوا كوميديانات وبيقدموا اداءات دراميه خرافيه لما بيتجهوا للدراما. فعشان كده لما لقيت ان البريمس هنا بتاع المسلسل فيه غموض وتوتر ودراما واداء جاد ومفيش كوميديا كتير وفي ستيف كاريل، انا كنت متحمس جدا للمسلسل. وبصراحه دلوقتي بما اننا هنتكلم عن الايجابيات، فيمكن من اكبر واهم واكتر نقطه واضحه في الايجابيات بتاعه المسلسل ده كله هي اداء ستيف كاريل. ستيف كاريل هنا بيقدم اداء خرافي، والموضوع هنا بالنسبه له في المسلسل ما بيبقاش سهل قوي، لان الشخصيه بتاعتنا مش مجرد شخصيه محطوطه في اجواء موتره ومطالب ان هو يعالج واحد مريض بداء نفسي خطير، بل انه هو كمان على المستوى الشخصي عنده تعقيدات في حياته العائليه، عنده تعقيدات في تقبل وفاه زوجته، وتعقيدات في علاقته بابنه وبعلاقته ببنته، وبالاخص في علاقته بابنه. كل ده اتقدم من ستيف كاريل في المسلسل بشكل رائع. يمكن الجوانب دي ما ظهرتش في المسلسل بافضل شكل ممكن بسبب انواع القصص اللي اختاروا ان هم يسردوا منها المشاكل دي او يوضحوا منها المشاكل دي، ولكن كأداء ستيف كاريل كان مقدم دوره فيها أكتر من رائع. ولكن مع إعجابي الكبير بأداء ستيف كاريل هنا في المسلسل، ولكن برضه كنت حاسس إن في حاجة غلط. الراجل كان بيأدي أداء كويس أو كل حاجة، بس حسيت كأن روحه منطفية في المسلسل، مش عارف ليه. بس أنا برضه لما اتفرجت عليه في أداء درامي وكان في ذا مورنينج شو، وبرضه كان في أجواء مش مظبوطة قوي وكان في حالة مش كويسة، برضه كان بيقدم أداء برضه كان جامد جدا، بس حسيت ان في طاقه وروح اكتر من كده. ده ما يعيبش اداؤه في حاجه، ولكن كان شيء ملحوظ بالنسبه لي. مكملين في الاداءات وفي النقط الايجابيه برضه معانا دومنال جليسون اللي كان مقدم شخصيه سام. بصراحه كان مقدمها بطريقه كويسه جدا. من اول لحظه بتشوف فيها الشخصيه دي بنقدر ان احنا ناخد بالنا ان الشخصيه دي هو انسان مش سوي، وده كان باين بسبب الاداء الكويس جدا من الممثل في نظراته، في طريقه حركته، في تعبيرات وشه، في حاجات كتير قوي بيعملها. ده كان باين من اول لحظه. بقيه الاداءات اللي في المسلسل مفيش منهم اي اداء كان بارز بشكل واضح في المسلسل يخليني اعلق عليه تعليق معين يعني او تعليق مخصوص، ولكن كل الاداءات اللي طلعت كانت كويسه الى حد ما. يمكن بس عندي تعليق سلبي وحيد على اداء الممثل اللي كان بيأدي دور شخصيه ابن الدكتور ألان ستراوس. مش عارف، حسيته بصراحه بارد قوي في غالبيه الاوقات، برغم ان هو برضه عنده مشاكل مع والده وعنده مشاكل مع عيلته بشكل عام لاسباب معينه مش عايز احرقها لكم دلوقتي، ولكن ما حسيتوش ان هو بيعكس دوام بشكل كويس، بالرغم من انه كان ليه كذا مشهد في الحلقات الاخيره كان فيها اداء كويس جدا. بس غير كده في اللقطات التانية اللي كنت بشوفه فيها طول المسلسل بصراحه ما حسيتش ان هو افضل حاجه. وطبعا ده مسلسل زي ما قلت لكم في الاول بيمتاز باجواء الغموض والتوتر والدراما والكلام ده، فهل كان هو ناجح في رسم الاجواء دي؟ لو على اجواء التوتر فممكن نقول ان المسلسل كان ناجح فيها الاول مثلا 3 او 4 حلقات بالكتير. كان الايقاع كويس والاحداث الى حد ما انت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، وكانت كل حاجة في الأجواء بتثير للتوتر. الحالة نفسها والفكرة نفسها تخليك أنت أصلا قاعد متوتر مع الموضوع. والصراحة اللي كان بيعزز التجربة دي هي التجربة السمعية. Successful therapy requires a safe environment without anything like fear,
hanging over every session. لأن الموسيقى اللي كانت مستخدمة في الخلفية كانت برضه بتساعد جدًا على التوتر. طيب يعني أنت عمّال تقول إن الأجواء بتاعة المسلسل من أول الحلقة الأولى لغاية الحلقة الرابعة كانوا كويسين، أو يمكن على فكرة أقل من الحلقة الرابعة كمان، بس يعني هل من بعد كده الأجواء بقت أجواء وحشة أو مش ناجحة في إنها تثير التوتر؟ بنسبة كبيرة ولكن ما أعتقدش إن ده ليه علاقة أوي بإن المسلسل مثلًا فشل في إن هو يكمّل في خلق الأجواء دي من ناحية الإخراج أو الموسيقى أو الحاجات دي. ومن وجهة نظري إن الموضوع دوًّا فشل بسبب إن الأحداث أو المواقف الصعبة اللي كان المسلسل بيحُط البطل بتاعنا فيها ما كانتش أفضل أحداث ممكن يحطّوا فيها، والطرق اللي كان بيتعامل بيها المسلسل مع المواقف ديًّا بصراحة برضه ما كانتش أفضل طريقة ممكنة، وده اللي أدّى إن المسلسل بتاعنا بقى تقريبًا من بعد الحلقة التالتة أو الرابعة بقت كل أحداثه تقريبًا متوقعة، وبقت تقريبًا كلّها في قالب واحد، أي حاجة فلانية متوقعين إنها هتحصل هتحصل والّا لأ، كذا بيحصل كذا في الآخر والمسلسل بيكمّل. طبعًا هنا في علامات استفهام كتير أوي بس عشان خاطر ما احرقلكوش أي حاجة، ولكن أي حد اتفرّج على المسلسل كده هنعمل فقرة حرق في الآخر وهنتكلم فيها براحتنا. فيمكن عشان كده الغموض ما بقاش شيء قوي أوي في المسلسل، لإن كده خلاص أنا بقيت متوقع إيه اللي هيحصل، ودي كانت مشكلتي مع المسلسل من أول ممكن نقول الحلقة الرابعة أو الخامسة. ودلوقتي ممكن ييجي في دماغكم سؤال، إن أكيد يعني لو المسلسل كان بنى تواصل كويس مع المشاهد أو خلّانا نتعاطف مع الشخصية بشكلٍ ما، كان ممكن يبقى ناجح في إن هو يثير التوتر عند المشاهد، ويخلّيه قلقان على الشخصية ديًّا طول مدار الأحداث بتاعتنا، ولكن للأسف المسلسل ما كانش ناجح معايا أنا في النقطة دي. يعني بشكل صريح عايزين برضه ندّي للمسلسل حقه إن هو ما لغاش الماضي بتاع الشخصية، بالعكس كان مهتم بيه بشكل كبير، وكان بيرجع يزوره في أوقات كتيرة جدًا، كان مهتم بإن هو يورّينا بعض من المشاكل اللي كان بيعاني منها الدكتور مع أسرته، إن كانت مشاكله مع ابنه أو مع بنته أو مع مراته، ومع مراته هي مش مشاكل أوي ولكن تقدر تقول كده إن هو مش قادر يتخطى إنها توفّت. فاللي أنا أقصد أقوله هنا إن المسلسل بتاعنا ما لغاش إن هو يحاول يبني لك الشخصية بتاعتك، ولكن أنا ما حسيتش بصراحة إن اللي كان بيتعرض لي دوًّا المفروض أو المقصود منه إن أنا أتعاطف مع الشخصية، زي ما قُلت في الأول بسبب المواقف اللي كان المسلسل بيختارها، زي لمّا كنت باتكلم دلوقتي على علاقته بابنه، حسيت نفس الكلام في أي حاجة تخُص الشخصية عامةً، لإن غالبية مشاكله مع ابنه اللي هي كانت مشاكل بين ابنه وبين الأسرة بتاعتهم كلّها تقريبًا، يعني هي حاجة ما أقدرش أقول إنها ممكن تخلّيني أتعاطف معاه بشكل كبير أوي، بالرغم من إنه شيء مهم ومثير للجدل جدًا، ولكن الموضوع ما كانش متقدم بطريقة كويسة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلّيني أقرّب من الدكتور شوية وأتعاطف معاه شوية، هي الحاجات اللي ليها علاقة بعلاقته بزوجته، لإن هي دي الحتّة اللي فيها تواصل إنساني أقدر أفهمه. لكن الحاجات التانية اللي كان بيحاول المسلسل يزوّدها ديًّا، مع كامل الاحترام إن هو حاول يعمل حاجة زي دي وما نساش ماضي الشخصية، ولكن ما كانتش موفّقة بالنسبة لي، وبالتالي عدم الترابط القوي مع الشخصية خلّى برضه إن حالات التوتر مش في أفضل أحوالها، خصوصًا وأنت قاعد متوقع اللي ممكن يحصل. والمشاكل اللي أنا باقولها لكم ديًّا في الاختيارات اللي المسلسل قرر إن هو يختارها في المواقف والحاجات اللي أصبحت متوقعة جدًا بعد الحلقة التالتة أو الرابعة من المسلسل، بتخلّي نهاية المسلسل سيئة جدًا، لإن العوامل اللي فاتت ديًّا أدّت لإن المسلسل ياخد مساحة وحجم أكبر من حجمه. المسلسل زي ما قُلت لكم في المقدمة إن هو 10 حلقات، وكل حلقة نُص ساعة بالكتير يعني تقريبًا المسلسل ما فيهوش مجال للمط، ولكن سبحان الله المسلسل كُلّه مواقف متكررة ومتعادة، وتحس إن المسلسل ممطوط زيادة عن اللزوم، والمسلسل مكمّل وممطوط بطريقة معيّنة تخلّي إن حدث معيّن لمّا يحصل بعد المطة دي كلّها يبقى ما لوش طعم وما لوش لازمة، لإنك قعدت في فترة طويلة جدًا في الحلقات إن أنت تحاول تتفادى وجوده أصلًا أو حدوثه أصلًا. عشان كده أنا نهاية المسلسل ما عجبتنيش، كانت ممكن تعجبني لو المسلسل مثلًا كان حاول يخلّي نفسه مثلًا 4 أو 5 أو 6 حلقات بالكتير أوي، وكان يعيد تنظيم وترتيب أوراقه بشكل أفضل من كده، لإن زي ما باقول لكم المسلسل فيه حاجات كتير أوي متكررة، وده اللي خلاها أصبحت يعني مملة في بعض الأوقات، وخلاها متوقعة. يمكن هي مرّة اللي المسلسل بيكسر فيها النمط اللي هو ماشي عليه دوًّا، ولكن بصراحة هو برضه كسره للنمط دوًّا برضه شيء متوقع، لإن لمّا بيكسر النمط دوًّا بيكسره في حاجة تخص المريض بتاعنا، وأصلًا شيء متوقع جدًا إن اللي حصل أو اللي أنا أقصده دوًّا هو اللي يحصل بشكل طبيعي في الحلقات. وبما إننا دلوقتي برضه بنتكلم عن الشخصية ديًّا، فأنا عايز أكون مُنصِف شوية، لإن برضه أنا نسيت أتكلم عنه لمّا كنا بنتكلم على بناء الشخصيات، وهي إن المسلسل اهتم برضه إن هو يقدّم لنا حاجات مش قليلة خالص عن شخصية المريض، اهتم بتقديم علاقته بأمه وعلاقته بطليقته وعلاقته بزمايله في الشغل وبيتعامل مع بعض المواقف إزاي. فيعني هو الموضوع ما كانش كبير أوي زي ما كانوا مهتمين بالدكتور، وده يمكن يكون برضه ما كانش كويس أوي لإن كانت الشاشة واخدها دكتور زيادة عن اللزوم، ولكن برضه المسلسل كان مدّي له شوية من الوقت. ده غير إن إحنا أصلًا على مدار الأحداث بتاعة المسلسل بتاعنا كُلّه تقريبًا، في حاجات كتير أوي بتحصل بتخلّي في ملائمات وموائمات بتحصل زيادة عن اللزوم، علشان تخلّي البطل بتاعنا ما ينجوش من حبسه، وأكيد أي حد اتفرّج على المسلسل خَد باله من النقطة دي. فبصراحة كتجربة عامة المسلسل
ما كانش أفضل حاجة ممكن تتفرّج عليها. كان في بعض الأداءات الكويسة، كان في محاولات من المسلسل إنه يقرّب ما بين الشخصية وما بين المشاهدين، ولكن للأسف ده ما حصلش، أو على الأقل ما كانش موفّق بالنسبة لي أنا. أجواء التوتر زي ما باقول لكم ما بقاش ليها أي لازمة من بعد تقريبًا الحلقة التالتة أو الرابعة، لإن الأحداث والأفكار والمواقف كلّها كانت مكرّرة، وطريقة التعامل معاها كانت نفس الكلام. زي برضه ما واضح من كلامي من شوية عندي مشاكل مع النهاية، فيعني أنا ما أنصحش أوي إن حد يتفرّج على المسلسل ده إلا لو كان حد عايز يستمتع بأداء ستيف كاريل الدرامي الجاد، اللي ما أعتقدش إن دي أول مرّة أقدّمه ولا أول مرّة هيقدّمه، ولا هتكون آخر مرّة، لإن لو أنت عايز تتفرّج على أداء جاد لستيف كاريل فأنصحك إن أنت تضيّع وقتك في الموسم الأول من مسلسل The Morning Show، هتستمتع وهو مقدّم هناك أداء أفضل بكتير من اللي قدّمه هنا. إحنا وصلنا لمرحلة التقييم النهائي في المسلسل، وبصراحة أنا حاسس إن المسلسل كان عنده potential إن هو يطلّع حاجة كويسة، ولكن ممكن يكون استخدم عناصره بشكل غلط شوية. فأنا هاحاول أدّي المسلسل 5/10 لإنه كان عنده الpotential بس أساء استخدام أغلبية اللي كان عنده، يمكن حاجات صغيرة بس اللي استخدمها بشكل كويس، عشان كده هندّي له 5/10. وطبعًا كالمعتاد أي حد مكمّل الحلقة للنقطة ديًّا شكرًا جدًا ليكم، وأي حد اتفرّج على المسلسل وكمّله لغاية النهاية فاتفضل كمّل معانا لفقرة الحرق، وأي حد ما كمّلش المسلسل اخرج قبل الصفارة. طيب من بعض المواقف اللي أنا اتكلّمت عنها إن هي كانت ملائمة مُدبّرة وفيها صُدفة كتير زيادة عن اللزوم، إنّها تخلّي ألان ستراوس محبوس عند سام ومش عارف يهرب منّه، وهي الملائمات الزيادة بتاعة إن كل ما يحاول يعمل حاجة عشان يخرج، دايمًا الحاجة دي بتبوظ. يعني أنا فاكر في حلقة من الحلقات ومش فاكر بصراحة هي كانت الحلقة الكام، الدكتور دوًّا بيقرر إن هو هيكتب رسالة استغاثة، ويكتب العنوان تقريبًا لو أنا فاكر، ويحطه في ورقة في بُق الجثة اللي هو الشخص اللي قتله سام في الحلقة اللي قبلها على طول، وسام بيكون المفروض إن هو بيعمل اللي هو هيعمله كل مرة، إن هو ياخد الجثة ويرميها في مكان واضح وظاهر للناس كلها، علشان أهل المتوفي يلاقوه والموضوع يخلص. ولكن سبحان الله في المرة دي دون كل المرات بييجي واحد بيبُص عليه في العربية، وبيلمح الجثة ورا وهي مربوطة، وده بيثير عنده التوتر فبيقرر إن هو مش هيرميها في المكان اللي كان هيرميها فيه، بل بالعكس قرر إن هو هيخفي الجثة في مكان مستحيل حد يلاقيها فيه، وبالتالي أكتر فرصة كانت واضحة وباين إنها ممكن تنجح بنسبة نقول 90% والّا حاجة إنها تخلّي دكتور ألان يهرب، الفرصة دي كلها باظت واترمت في الزبالة بسبب صُدفة وملائمة، ويا ريتها كانت صُدفة معمولة بشكل كويس، بل بالعكس الصُدفة ديًّا جات وتبعت العديد من المحاولات للدكتور إن هو يحاول يهرب من سام أو يحاول يهجم عليه علشان يعرف يحرّر نَفْسه، وكان دايمًا المسلسل بيحاول يخلّي الدكتور ياخد الخيار السالم والآمن وإنه ما يعملش أي حاجة خطيرة، فحتى تعامل المسلسل مع المحاولة ديًّا كان سيء جدًا، يعني أنا كان عندي إن هو يلاقي الورقة ديًّا في بُق القتيل وإن هو يدخل ويقتل الدكتور بشكل وقتي أحسن لي بكتير أوي من اللي حصل، خصوصًا إن أنا فاكر إن تقريبًا اللي حصل ده كان في الحلقة الخامسة أو السادسة، والمسلسل كمّل بعدها 4 حلقات بدون أي هدف، فدي كانت مشكلتي مع الموضوع. ده غير زي ما باقول لكم مشكلة التكرار، المسلسل كلّه على بعضه عبارة عن إن سام اختطف الدكتور وحبسه عنده في البيت، وبيقول له أنا مريض وعندي داء القتل ولازم تعالجني وكذا، 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 والدكتور كل مرّة بيحاول يتلاعب عليه، ولعب للأسف مش ذكية خالص، لعب عادية جدًا، بيحاول يقول له علشان العلاج ينجح لازم نعمل كذا، وكذا، وكذا، وكل مرّة بيكرروا نفس الكلام، كل مرّة بيقعدوا الدكتور بيقول له كلمتين من دول، وفي الآخر سام طبعًا ما بيقتنعش، وسام بيكمّل وبيحكي شوية حكاوي من اللي عنده، مشاكله مع أبوه، مشاكله مع أمه، مشاكله مع حبيبته، مشاكله مع الناس، مشاكله مع التحكم مع الغضب، الكلام ده كلّه، وبرضه بنخلّص وبنرجع نعيد من أول وجديد تاني. والحوار بصراحة ما كانش جذاب للدرجة دي إن تخلّيني أقعد مستمع ومركّز مع الحوارات دي كلّها، كل مرّة لو المسلسل كلّه كان عبارة عن حوارات ما كنتش هاتضايق. بس لو الحوارات كانت معمولة بشكل كويس وفيها قدر من التجديد وحاجة كده ترفع نسبة التوتر شوية عند الواحد اللي بيتفرج ده، لكن كل مرة نفس الحاجة وكل مرة محاولات حتى اللي ممكن نقول بتسخن الدنيا ان الدكتور لا انا لازم اهرب لازم مش عارف ايه، المحاولات دي برضو دايما نتيجتها بتبقى ان انا لا يا عم انا هاجم عليه ليه، ده انا راجل عجوز، ده هو شاب صغير هيقدر ان هو يطحني، واي فرصة كانت بتجيله ما كانش بتبقى سهلة، فاول ما بتيجي فرصة وبياخد الفرصة بتحصل صدفة زي صدفة الورقة ديًا، أنا باقول لك عندي لو كان خَد الورقة أو خَد باله من الورقة وجه قتل الدكتور وقتي أنا ما كنتش هاتضايق، بالعكس كانت هتبقى منطقية وكويسة، وأصلًا هُم كانوا هربوا من الموضوع ده already كتير في أول 3، 4 حلقات أو أول 5 حلقات، لأن أنا مش فاكر الموضوع ده حصل في أنهي حلقة بالضبط. صحيح في نقطة غريبة برضه نسيت أتكلم عليها، إزاي الدكتور ده اللي المفترض من اللي فهمناه منه إن علاقته ببنته مش وحشة خالص، بالعكس علاقته ببنته كويسة جدًا، يحصل اللي يحصل دوًّا والدكتور يختفي وهي ما فيش، ما سألتش عليه، ما دوّرتش عليه، بالعكس التدوير بدأ من الشخص اللي عنده مشكلة معاه وهو ابنه، وحتى ده حصل في مرحلة متأخرة جدًا، يعني أنتم
أكيد عارفين إن أبوكم ليه طبع معين وعنده عيادة وعنده شغل وعنده حاجات زي دي، فلما يختفي يوم 2 3 المفروض تبتدوا تتسائلوا أو تدوروا وراه، مش يختفي كل ده. وتقريبا محاولات التدوير بدأت في الحلقة الثامنة أو الحلقة التاسعة، فده برضو كان شيء غريب جدا ومش منطقي، خصوصا إنه اوريدي في حد من الاتنين علاقته بيه كويسة. وبرضو ما عجبنيش في المسلسل إن هو ما حطش كونكلوجن نهائي أو ما اداناش أي هنت تخلينا نعرف سبب ان سام كده ايه، لان الطريقه اللي قفل بيها المسلسل ده تخلينا نقول ان سام كده عشان هو كده. لكن مثلا هل هي المشاكل اللي كانت بتقابله مع باباه وهو صغير، هل هي انجر مانجمنت ايشوز عامه، ولا ايه بالظبط الموضوع؟ لان الكلام اتساب عايم قوي في الاخر. وبس كده. انا عارف ان انا ممكن اكون طولت جدا، بس اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقه. وكالمعتاد متنسوش لو الحلقه بتاعتنا عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. تقولنا رايكم تحت في الكومنتات في الحلقه وفي المسلسل وفي كل الكلام ده. وبرضه ما تنسوش تعدوا على اللينكات بتاعه الفيسبوك وتويتر، تبقوا تعملوا لهم لايك وفولو. وكالمعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.